وإذا قعد الله جل وعلا على العرش يسمع لهذا العرش أطيط. ما الأطيط؟ الصوت الطقطقة، كما لو جلس أحدكم على كرسي أو على سرير سمع له صوت وهو جديد، وهذا يدل على ثقله سبحانه وتعالى. لو أن إنسان ثقيل الوزن جلس على كرسي يسمع لهذا الكرسي صوت، هذا الصوت هو الأطيط، والأطيط صفة للعرش لعظم من اعتلى عليه وهو الله سبحانه وتعالى، فقال وصفة الثقل لله عز وجل، وصوت الأطيط للكرسي أو للعرش. إنا لله وإنا إليه راجعون. وله رجل عز وجل، نعم، لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء مماثلة للإنسان، فهناك شيء من الشبه لكنه ليس شيئا من المماثلة، كما أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من. أنا أعبد إلها جلس على عرشه، والله أنه جلس، والله الاستواء في هذه الآية لا يعني إلا الجلوس. والمكان أيضا ربنا سبحانه وتعالى لا يتقيد بمكان. لماذا؟ لأن المكان مخلوق، المكان مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. يعني قبل أن يخلق الله السماوات والأرض أين كان؟ نقول كان ولا مكان، كما أنه كان بلا زمان كان بلا مكان، كما أنه بلا زمان بلا مكان. طيب الآن نحن عندنا آيات تثبت أن الله سبحانه وتعالى في الظاهر موجود في أمكنة، نقول هذه الآيات يجب أن نؤولها. لماذا؟ لأنها توهم أن الله سبحانه وتعالى له مكان، ودائما المكان هذا المسجد يا أحبابنا ركزوا معيها، هذا المسجد وعاء لنا، أنا موجود في المسجد، فالمسجد أوسع مني، صحيح هذا؟ عندما أقول الماء موجود في الكأس، إذن الكأس أوسع من الماء. بتعبير آخر المسجد يسمى ظرفا وعاء، ونحن مظروف، والظرف أوسع من المظروف. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحده مكان وأن يكون الله موجودا في هذا المكان لعدة أشياء. الآن سأتكلم عن الآيات. أولا سيكون المكان أوسع من الله سبحانه وتعالى، والله مظروف والمكان ظرفا، تمام؟ ثانيا قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى هذا المكان أين كان؟ قال كان ولا مكان، قال كان عرشه على الماء. طيب العرش مخلوق والماء مخلوق، قبل العرش وقبل الماء وقبل المكان وقبل الزمان أين كان؟ نقول كان، لا نقول هو في كل مكان لأن المكان مخلوق يا أخي، نقول موجود لا في مكان، موجود قبل خلق المكان وهو على ما عليه كان، لم يتغير عما كان. يعني كما أن الله موجود قبل الزمن ومع الزمن وسيفنى الزمن ويبقى الله، فالله موجود قبل المكان ومع المكان وسيفنى المكان ويبقى الله. هذا الكلام لحد الآن واضح؟ طيب الآن سوف تأتي عندنا عدة أسئلة، وأرجو أن تسمعوني بعقولكم، ومن يسمعني خلف الكاميرات أيضا أن يسمعني بعقل. عندي آيات قرآنية توهم أن الله موجود في مكان. مثلا قال الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. أأمنتم من في السماء، طبعا نحن نجيب عن هذا نقول أأمنتم من قدرته في السماء، تمام؟ نؤول الآية بغض النظر الآن كيف سنؤولها، سيأتينا مبحث خاص عن المتشابهات وعن التأويل. لكن أنا عندما أقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، الله موجود قبل خلق السماء، هذا قطعي أو ظني؟ قطعا، لأن السماء مخلوقة.
فلما خلق الله السماء لا نقول الله انتقل إليها، هو موجود قبل أن يخلقها. طيب في عندي آية تقول أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر. في عندي آية تثبت أن الله موجود في السماء وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. طبعا من يخالفنا يقول إله هنا بمعنى معبود، فسرها. طيب لماذا لا نقول أأمنتم من في السماء أي معبود أيضا في السماء كما أنه معبود في الأرض؟ فالله معبود في السماء. ليش عم تصور يا أخي؟ هذه الكاميرا حتى تركز معي الله يرضى عليك. تمام. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالله معبود في السماء ومعبود في الأرض. طب لماذا أولت هذه الآية أأمنتم من في السماء؟ قلت في السماء، ولما قلت لك طيب في آية بتقول أنه الله مو في السماء، في السماء وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. قال إله هنا بمعنى معبود. نقول ما المشكلة أن تقول أأمنتم من في السماء بمعنى معبود؟ إما أن تجري الاثنين على الظاهر، الآيتين على ظاهرهما، وإما أن تؤول الآيتين. طيب ماشي، أأمنتم من في السماء، السماء بمعنى شو؟ هو ماذا يقول المخالف؟ بمعنى معبود. طيب وفي الأرض إله بمعنى معبود، فقال أله مأخوذة من عبده، إله يعني هذه تؤول بمعنى معبود. طيب ما في مشكلة. عندي آية ثانية تقول في سورة الأنعام وهو الله في السماء وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. فيك تقول الله بمعنى معبود، الله إذا نريد أن نحمل على الظاهر وهو الله في السماء وفي الأرض. لا تظنن أن جهة العلو هي جهة يعني هي كمال، وجهة السفل هي جهة نقص. الجهة على الله مستحيلة لأنها من لوازم الجسمية. طيب ما اختلفنا. يأتي إلى دليل ثالث. ماذا يقول؟ يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم، لما سأل الجارية أين الله فأشارت إلى السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. نقول له ما في مشكلة، يعني الحديث هذا ما الفرق بينه وبين الآية؟ الآية شو قالت؟ آمنتم من في السماء. وحديث الجارية شو قال؟ أشارت إلى السماء. في فرق. يعني أنت ما بصير تنتقل من الآية إلى ما بصير أصلا أن لا يجوز لك أن تقدم الحديث في الاستدلال على الآية، لأن الآية قالت ما قالته الحديث. فلماذا تركت الآية على فرض أنك تركت الآية؟ فنحن نقول الجارية أشارت إلى السماء، والآية تقول أأمنتم من في السماء. إذن الحديث أثبت ما أثبت الآية. طيب في عندي حديث آخر صحيح أيضا، قال صلى الله عليه وسلم إن الله في قبلة أحدكم إذا صلى فلا يبصق أمامه. إذن القرآن يثبت أن الله وين؟ على الظواهر. أنا ما عم بستدل الآن بالعقل، بالنصوص. آية تقول الله في السماء، وآية تقول الله في الأرض، وحديث يقول الله في السماء، وحديث يقول الله في القبلة. جيد؟ لا يجوز لك أن تأخذ حديث وتترك البقية، ولا يجوز لك أن تأخذ آية وتترك البقية. طيب في عندي كمان أدلة ثانية كلها صحيحة. يعلمنا ربنا التأويل. الله يعلمنا أن نؤول، مو أنا بأول، الله يعلمنا التأويل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه في الحديث القدسي، قال الله عز وجل عبدي مرضت فلم تعدني. نسب الله المرض إلى نفسه. لأن قبل أن يؤول نحن نقول المرض يستحيل على الله بدون تأويل، لكن الله علمنا كيف نؤول الظواهر التي تستحيل على الله سبحانه وتعالى. قال عبدي مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني رب العالمين بيمرض ويعاد. لاحظ كيف أولها ربنا. قال أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعده؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده.
إذن الحديث نفسه أول مرضت بمعنى مرض عبدي. هذا الحديث يدل على أن كل نقص ظاهر يضاف إلى الله سبحانه وتعالى يجب أن نؤوله، حتى ولو ما علمنا في الحديث أن نؤول. الآن الحديث نفسه قال مرضت مرض عبدي، هذا تأويل. إذن في عندي أشياء ظاهرها النقص على الله. طيب القرآن يقول وهو معكم أينما كنتم، صح أو لا؟ معكم أينما كنتم. البعض يقول لك هذه مؤولة بالإجماع، يعني إذا قلت له مثلا جل جلال الله، إذا قلت مثلا إذا كنت أنا مثلا في أماكن القذارات الله معي، قال هنا المقصود وهو معكم بعلمه. خلاص، إذن لماذا أولتها أنت؟ أولتها لأن ظاهرها مستحيل على الله عز وجل، فأول ما كل شيء ظاهره مستحيل على الله عز وجل. فأنا إلى الآن أريد أن أعرف الفرق بين هذه الأحاديث. آية تقول الله في السماء، وآية تقول الله في الأرض. حديث يقول الله في السماء، حديث يقول الله في القبلة. حديث يقول الله يمرض ثم يؤول هذا المرض، وهو معكم أينما كنتم ثم نؤول ذلك. حتى لاحظ البعض الآية الثانية ماذا تقول؟ تقول نسوا الله فنسيهم. هنا ما هو النسيان؟ هل يعني أنا لا أعلمها، أنا أنفي علمي. هل هناك أحد من السلف قال نسي نسيانا يليق به؟ أنا لا أعلم. هل هناك أحد قال هذا النسيان طبعا هو نسوا الله فنسيهم، من فاعل نسيهم؟ الله. نسوا الله فنسيهم الله. طب كيف ينسى الله؟ قال يا أخي ليش أنت تتعب نفسك؟ النسيان لازمه الترك. هلا أنا إذا نسيت المال معنى ذلك تركته. نسوا الله أي تركوا طاعته، فنسيهم أي تركهم في العذاب. أين المشكلة في هذا التفسير؟ هل هذا يتناقض مع العقل؟ هل هذا يتناقض مع الشرع؟ ولا يتناسب مع كمال الله سبحانه وتعالى؟ يتناسب مع كمال الله. فعندي آيات لا بد أن تؤولها، عندي آيات لا بد أن تؤولها. فنحن نقول الله موجود لا في مكان، لا يحده مكان، لأنه خالق المكان ولأنه خالق الزمان. الآن الأسئلة التي عندكم بس خلص تسألون ما شئتم.